ازيكم يا جماعه؟ في فيديو جديد النهارده هلخص قصه واحده من اكتر القصص المرعبه والدمويه في بنتين، وهي قصه بين الوحش. قبل ما نبدا استاذنك في اللايك والاشتراك، ويلا نبدا. في اعلى طابق في الجحيم شيطان بيجري باقصى سرعته ناحيه اوضه ملك الشياطين، باين عليه مرعوب وهو بيزعق: يا مولاي، النموذج الاول، النموذج اللي كلنا كنا شغالين عليه اتسرق، مراتك ليليس هي اللي سرقته. ملك الشياطين بيصحى فورا من حاله الهدوء اللي كان فيها، وبدون اي تردد بيمد ايده على انبوبه طاقه وبيفك واحده منها. الطاقة بتتحرر ويطلع منها كائن غريب شكله مش طبيعي. ملك الشياطين بيقول بصوت غاضب: ازاي كلبة دي تجرؤ وتخوني بالشكل ده؟ عمري ما تخيلت ان اضطر استخدم واحد منهم ضدك يا ليليس، ابعتوا لها الرابع. الكائن المعروف بالرابع بيختفي في لحظة ويبدأ المطاردة. في نفس الوقت ليليس كانت على متن سفينة فضائية بتحاول تهرب بيها فوق سطح الجحيم. مجموعة سفن شيطانية بدأت تطاردها وهي بتصرخ: انا مش هسيبهم ياخدوا النموذج ده بأي تمن، حتى لو كان اسمه السيلو. وقبل ما تقدر تكمل كلامها سفينتها بتنفجر، وفي وسط اللهب والدخان في شرارة صغيرة بتلمع وكأنها هربت من الانفجار. النموذج سيلو اتقذف من السفينة ووقع على سطح الأرض. أول ما الشياطين شافوا ده انسحبوا فورا كأن مهمتهم خلصت. ننتقل للأرض في مدرسة ثانوية. خناقة شغالة بين طالبين، بين تينيسون بطلنا وتاني مجرد شقي كده اسمه كاش. كاش بيدي بين بوكس مباشر في وشه، بس بين ما يسكتش بيمسك دراعه وبيقلبه على الأرض بضربة قوية. الطلبة حواليهم بيصوروا وبيشجعوا والدنيا هيصة. بين بيحتفل وهو بيقول: خليك في الارض بقى يا عم. بس لما يبص وراه بيلاقي اتنين مدرسين واقفين: اقعد في الارض انت يا شقي. بنشوف بين وهو خارج من المدرسه بيلاحظ ان الطلبه بيتكلموا عنه. في شويه شباب بيلمسوا بيقولوا عليه مجرم، وفي بنات بيتكلموا عليه وبيقولوا انه وسيم. بس عموما بين مش فارق معاه، ما بيهتمش بالكلام ده. واول ما بيخرج من بوابه المدرسه بيشوف عربيه جده الشاحنه القديمه وصلت اخيرا، فبيجري ناحيتها وهو فرحان جدا. بس الحماس ده بيتقطع فجاه لما يشوف ان جوين بنت عمه قاعده في الكرسي الجانبي. هو بيتكلم بحماس: انا متحمس قوي للصيف ده يا جدو، فين هنروح؟ بس لما يشوف جوين بيقلب وشه وبيقول: هي بتعمل ايه هنا؟ جوين بترد عليه وهي متضايقه: ما تتكلمش كده كانها كانت فكرتي. جدو هو اللي اقنع بابا وماما يقضوا وقت عائلي مع ابن عمهم المجرم. مين بيقول: يا سلام، احلى طريقه ابدا بيها صيفي اتدمرت رسم. بعدها بيقول لجدو: احنا اتفقنا الرحله تبقى للرجاله بس من غير بنات. الاتنين بيبداوا يشدوا مع بعض والجو بقى متوتر جدا، بس الجد ماكس بيتدخل ويهديهم. بيقول لهم انهم لازم يتعاملوا مع بعض كويس ويحاولوا يقضوا وقت حلو سوا على الاقل دلوقتي. بعد شويه ساعات بين وجوين كل واحد ماسك جهازه الموبايل شغال، التابلت شغال، ومفيش حد بيتكلم. الجد ماكس بيحاول يكسر الجمود ده ويقول: ايه رايكم نحكي قصص رعب زي زمان؟ بس بدل ما يتعاونوا الاتنين بيبداوا يشتموا بعض. جوين بتقول له: يعني انت المفروض تبقى بطل وانت مضروب في المدرسه زي العيال الشقيه مجرم؟ بين بيرد: اه، طب وانت بتذاكري في الصيف جنون رسمي. الخناقه بتكبر وبين بيزهق وبيقول: انا خارج اتمشى مش طايق. بين بيمشي لوحده وسط الغابه ماسك تليفونه متضايق من جوين ومن اليوم كله. وفجاه بيجي صوت انفجار رهيب في المسافه. عن فضول شديد بين بيجري ناحيته. اول ما بيوصل بيلاقي كل حاجه حواليه مولعه نار. النار كانت قريبه لدرجه انها كادت تحرق رجله. ولما بيقرب اكتر بيلاحظ وجود كبسوله غريبه في نص اللهب بتفتح لوحدها وتخرج منها هاله حمراء مرعبه. الهاله بتختفي وبين بيشوف ايد شيطانيه ماسكه كائن اسود صغير غريب شكله مش طبيعي. بين واقف قدام الكبسوله مش فاهم اللي بيحصل. بيبص للكائن الاسود الصغير اللي في ايده الشيطان وبيقول: هو ده عايش ولا ايه ده؟ وفجاه كائن بينط عليه وبسرعه مش طبيعيه بيهجم على دراعه اليمين. بين بيصرخ: الكائن بيعض بكل عنف بيغرز اسنانه والدم يبدا يخرج، وبين بيقع على الارض من الوجع. يفضل يتشقلب يمين وشمال يحاول يخلص نفسه بس مفيش فايده. الكائن بيكمل في عضه ومش سايبه، بياكل ايده حرفيا. بين بيصرخ: مش قادر، سيبني. وبين كل ده بيلاحظ ان كائن ليه زي عين في جسمه، فمن غير تفكير بيضربه على العين دي بكل قوته. وفجاه انفجر الدخان بيغطي المكان كله، وبين واقف في النص بيتنفس بسرعه وعينه فيها رعب. بيبص على ايده ويسكت، مش حاسس بألم. بس ايدي فين راحت؟ الكائن واضح انه استبدل ايده بكامل. بين بيحاول يهدى ويبدا يحاول يشيل كائن من على دراعه. بيمسك فرع شجره ويضغط عليه بس كائن بيولع الفرع. يا نهار ايه ده! بين بقى مش عارف يعمل ايه، فبدا يخبط عليه كانه بيحاول يهزه كده ويرقصه عشان يتفك يعني، لحد ما العين اللي في كائن اتفتحت وفي نصها في رمز غريب. بين بيبلع ريقه، قلبه بيقول له ما تضغطش عليها، بس فضوله بيكسب: يا رب ما تكونيش تاني. وبعدين يضغط على العين وبيحصل انفجار تاني بس المره دي اكبر. الغابه كلها اتغطت بدخان ونار، وبين واقف في النص جسمه اتغير، عينيه بقت خضرا في الاول وبيتحرك بسرعه يحاول يطفي النار اللي حواليه لحد ما ياخد باله هو بقى النار نفسها. بيبص على ايده اللي بقت نار وبالصدفه بيضرب كوره ناريه ضخمه تخلي شويه غربان يطيروا من فوق. اصوات الغربان تشغل زر في دماغه، عينيه الخضرا تتحول لحمرا، الكائن يتحكم فيه، صوته اتغير بقى غليظ ومظلم. صوت الكائنات الحقيره دي بيخليني عاوز ادمر كل حاجه. يضرب ضربه ناريه تانية، الغربان
الالبان تتبخر في الهواء ثم عينه ترجع خضراء وبين يرجع يتحكم. ايه اللي انا عملته؟ انا كنت هقتلهم. بين بيبدا يتحرك وسط الاشجار متوتر ومش فاهم هو فين ولا ايه اللي بيحصل، وفجاه كل حاجه حواليه بتتحول لمساحه حمراء مظلمه، كل الاصوات اختفت وكل حاجه واقفه كأن الزمن اتحبس، وبين يلف يلاقي كائن واقف وراه، هو نفسه كائن اللي اتحول له. الكائن بصوت تقيل ومرعب: الجسم ده جسمي، انا دلوقتي صاحب الجسم اللي انت فيه. بين بيتجمد مكانه مش مصدق اللي بيسمعه. ايه جسمك انت؟ لا لا استنى شويه، هو انت اللي اكلت ايدي؟ هو انت ايه اصلا؟ بين يسرح شويه وهو بيبص عليه ويقول بسخريه: يعني ايه ده؟ كائن فضائي اخطبوط اسود ولا قرش لزج شيطاني؟ كان اول ما يسمع الكلام ده اتجنن: اياك تنطق اسمي، الميجا سيتي الشتايم دي، ده ابن الملك يا حقير. بين بيتفزع بيرجع ورا خطوه ويقع: انت مجنون، ابعد عني. الكائن بيقرب منه بسرعه كانه هيهجم عليه، بس قبل ما يمد ايده عليه سلاسل حمراء بتطلع من الارض وتقيده. الكائن يتشل ومش قادر يلمس بين، فبيعمل ايه؟ يديله ظهره ويمشي. بين ينده عليه ويقول له: ايوه اهرب، قول لي بس اخلص منك ازاي اشيل السواد المقرف ده من دراعي؟ انت مجرد خيال شيطاني وماليش دعوه بيك، قول لي اعمل ايه وخلاص. الكائن بيقف ويرد وهو بيكتم غيظه: انا حذرتك. بين واقف متوتر مش فاهم هو بيكلم مين، ولا هو بيخرف، ولا فعلا الكائن ده حقيقي. وفجاه صوت مألوف: بين بيلف بسرعه يلاقي جوين بتجري وسط الشجر بتدور عليه، بس اول ما تبص عليه وتشوف شكله تصرخ: انت ايه؟ وتبدا تجري. بين يحاول يوقفها: جوين استني، ما تخافيش انا بين. جوين بتتردد تبص له وهي مش مصدقه. بين يحاول يشرح: انا عارف اني شكلي غريب، بس انا لسه انا مش موزي والله. بس للاسف عينيه اتحولت احمر تاني، الكائن سيطر عليه، يبدا يشحن هجوم ناري قوي جدا ويصوبه ناحيتها. جوين بتفتح عينيها من الرعب، خلاص الهجوم رايح فيها، لكن فجاه سلاسل زرقاء بترف حوالين جسمها تخلي الهجوم يعدي من جنب وشها بالعافيه. مين اللي انقذها؟ الجد ماكس. الضربه الناريه عدت من جنب وش جوين، ولو لاجزاء من الثانيه كانت ممكن تموت. جوين وقع على الارض بتنهج وعينيها مفتوحه من الصدمه. بين واقف في مكانه وعينيه رجعت خضرا، حاسس بالرعب مش من الكائن اللي جواه، من نفسه. جوين: انا اسف، انا ما كنتش اقصد، جسمي هو اللي اتحرك، انا ما كنتش انا. في اللحظه دي صوت هادي بس مرعب وقوته بيطلع من ورا الشجر: ابعد عنها فورا. بين يلف يشوف جده ماكس واقف، بس المره دي الجد مش زي زمان، في ايده سلاسل طاقه لونها ازرق ذهبي ووشه شكله جد جدا. بين بيحاول يشرح له: جده ارجوك اسمعني، ده مش انا، ده كائن هو اللي سيطر عليا، انا مش عارف اتحكم في اللي بيحصل. بس جده ماكس ما يسمعش، بيسد السلاسل وبيقول له بصوت تقيل: انا مش عارف انت ازاي بقيت كده ولا ليه حاولت تأذي جوين، بس لو قربت منها خطوه تانية هخليك تتمنى ترجع للجحيم اللي جيت منه. بين بيتجمد مكانه بيحاول يتكلم بس كلامه بيتكتم في صدره، الكائن جواه ساكت، بس الاحساس بالخطر لاول مره بين حاسس بيه من جده. جوين بيبص لبين بخوف، بس في نظره تانية كده شك وتساؤل: هل فعلا اللي جواه بين كائن شرير ولا في حاجه اعمق بتحصل هنا؟ بين بيبص على ايده المتحوله وبنظره خجل وخوف: انا اسف، انا فعلا اسف. الكاميرا بتزوم على الجد ماكس وهو واقف في وسط الغابه والدخان حوالين المكان، والهدوء اللي بعد الانفجار مخيف اكتر من الانفجار نفسه. بين بيحاول يشرح له، لكن الكائن الناري بياخد السيطره تاني ويضحك بسخريه وياخد خطوه لقدام. الارض بتكسر تحت رجله وبيقول لي ماكس: يا طارد ارواح تعالالي. فجاه سلسله زرقاء بتضرب الكائن في رقبته وبتطيره بعيد وسط الاشجار. جد ماكس بيركع على ركبه وبيبدا يدعي، والله بيدعي، بيقول: يا رب اديني قوه علشان اقدر اطرد الشر ده واهدي الارواح اللي هتتاذى في طريق، امين. الكائن بيقوم وهو مولع غضب ويهجم على ماكس بضربه ناريه. ماكس عينه بتتحول من سواد لزرق ويلمس الضربتين بايده ويمتصهم وبعدين يطير في الجو وسلاسله بتتحرك في كل اتجاه، واضح انه بيستعد لهجوم ضخم. كان بيحاول يدافع لكن فجاه بين بيرجع يمسك في جسمه تاني: بين كفايه، بطل تتحكم فيا. كان بيرد عليه بصوت مرعب: انت بقيت عائق ومش هسامحك على تدخلك. بس ماكس ما بيديش فرصه وسلسله زرقاء تانية بتخبط الكائن في الارض. ماكس بيقول: فين حفيدي؟ لو قلت لي ممكن اخلصها من غير الم. الكائن بيرد بسخريه: انا كنت بدمر طاردي ارواح زيك زمان، كنت بلعب بيهم. ماكس: انا زهقت، لو مش ناوي تقول حاجه مفيده يبقى اسكت وقول لي فين بين وانا هطردك من غير عذاب. الكائن بيكسر الارض كلها ويرميها على ماكس كتمويه، بس الهجوم الحقيقي كان ضربه مباشره. ماكس يصدها بسلسله زرقاء ويبدا يلاحظ حاجه: كل هجماته بعيده المدى. الكائن يبتسم ويقول له: انت كده كده ضعيف من قريب، ويحاول يضربه بس بين يسيطر على الجسم تاني في اخر لحظه. الاتنين بين وكائن بيتخانقوا جوه دماغ واحده علشان السيطره. ماكس بيتفرج وبيفكر: الكائن ده مش طبيعي، تصرفاته غريبه ومليانه تناقض. ماكس بيهجم تاني، الكائن يتفادى يحاول يرد بس بين يتدخل وكائن يهيج اكتر ويفجر الارض ويرمي كور ناريه على الغابه حوالين ماكس. ماكس بيتفاجئ من كم الغضب والدمار. ماكس الولد ده جواه كائن مش لازم يتساهل
معاه، ضربة واحدة ممكن تقتلني. الكائن بيهجم، ضربة قريبة لكن ماكس عينه بتحول للذهبي، بيختفي من قدام الكائن ويظهر وراه ويضربه بقوة بسلسلة ذهبية تضرب الأرض كلها وتفجرها. الكائن مش قادر يتحرك، ماكس يضربه تاني وبعدين يستخدم سلاسل ذهبية يربطه ويشده ويرفعه لفوق ويقفله في الجو بضربات متتالية. بس ماكس جسمه تعب، يرجع لعيونه الزرقاء ويكمل الربط بالسلاسل وبعدين يعلقه ويشنقه في الهواء. الدخان يغطي كل حاجة، ولما بيهدى بنشوف ماكس ماسك الكائن بسلسلة وهو بيقول ما كنتش اعرف ان الانفرن نايتس بينزفوا. الكائن يفتح عينه بصعوبة ويقول له مش مهم ذهب ولا طاقة مقدسة، هنتقم وهجيلك تاني يا عجوز، استمتع بعمرك. السيرو تريكس يخلص وقته وبين يرجع لطبيعته وسط التحول، وماكس بيرجع مستعد لأي حاجة، لكنه اكتشف ان الكائن اللي كان بيقاتله طول الوقت هو بين بيترعش، بيتنفس بسرعة، قلبه بيدق بقوة وبيقع في الأرض، عينيه بتتفتح، بياخد نفسه وبيقوم يحضن نفسه، أنا رجعت، أنا في جسمي تاني. بعدين يتذكر جوين، يحضر نفسه ويبص وراه، يلاقي ماكس بيقع على الأرض ماسك قلبه، جات له جلطة. جده لا هو بيموت، ده بسببه، كله بسبب غلطتي. يبص على جوين المصابة وجده ماكس اللي بيصرخ من الألم. بينهار، عينيه بتدمع، بس مش بكاء، لا غضب، ويفتكر الناس انهم بيشوفوه كمجرم، حتى اهله، حتى مدرسينه. يفتكر المعركة الأولى لما كاش كان بيكسر جهاز ولد صغير، نفس الجهاز اللي كان بيلعب بيه، فدافع عنه ودفع تمن. بيصرخ ويضرب الأرض بإيده، يخلق شوك فيها. يبص على جهاز السيرو تريكس في دراعه، كل اللي بيحصل ده بسببك. يقف ويقول أنا اللي بتحاكم دلوقتي، ومضطر استخدم قوتك علشان انقذهم، بس أول ما اخلص هشيلك من دراعي حتى لو قطعته. يشيل جده وجوين ويكمل كلامه لكائن، لو لمستهم تاني معرفش ازاي بس هدوسك بإيدي. بيجري على الشاحنة وكل تفكيره دلوقتي انه يلاقي علاج للجد ماكس بيقول له هو بيشهق بصعوبة، العلاج بتاع النوبات تحت المروحة. بيجري يجيبه بسرعة ويديله يشربه. ماكس يبدأ يهدى شوية وبعدين يقول له اسمع يا بين، انا لازم احكي لك كل حاجة من الاول بالتفاصيل كلها حتى اللي مش مهمة. وفي نفس الوقت في الغابة الناحية تانية في عربية تعترض وجواها اتنين، فجأة يشموا ريحة غريبة وحشة جدا لدرجة ان عينيهم دمعت من شدتها، وبعدين الارض بتتهز، زلزال بيحصل، العربية اخيرا بتشتغل وبيحاولوا يهربوا، بس فجأة وحش بيظهر قسم العربية نصين وكمان قسم البنت اللي كانت جواها. بس سيبك من ده، خلينا نركز على الوحش. المنظر كان مرعب، كائن غريب راكب على حصان ناري شكله شيطاني وبيقول هي دي الارض، وبيسأل عن حد اسمه الزيلو واللي باين كده ان اخوه. نرجع تاني لبين والجد ماكس اللي بدأ يحكي له على كل اللي حصل زمان ويشرح له ان الكائن اللي لزق في ايده ده مش عادي، في كائنات نارية عايشة تحت الارض، هدفهم الوحيد انهم يقتلوا بني ادمين ويطلعوا يعيشوا فوق. زمان كنت شغال في منظمة ومهمتي كانت ارجع الكائنات دي تحت تاني، لكن مع الوقت عددهم بدأ يقل والناس افتكروا انهم انتهوا، بس مع ظهور الساعة حصل حاجات غريبة غيروا كل حاجة. بين يقطعوا، طب ما هو كانوا عايزين يحتلوا الارض من زمان، ليه ما تجمعوش مرة واحدة وخلاص، ما هم اكتر واقوى. الجد ماكس يرد وهو بيكتم انفاسه مش كلنا كنا اقوياء، بس انا كان عندي قوة خاصة. بس بيرفض يشرح سبب القوة دي وبيقول له ان لسه في 6 من اعضاء المنظمة عايشين ولازم يتجمعوا عشان يحاربوا الكائنات النارية دي. ويكمل عملنا حاجز بيننا وبين عالمهم وحاطين سلاسل سحرية تضعفهم، بس الحاجز ده بيضعف مع الوقت، وكل شهر ونص بيخرج 4 وحوش للارض واحنا ما نعرفش عنهم حاجة. بين يقول باستغراب ازاي ما حدش بيشوفهم ولا بيحس بيهم. ماكس يرد اكيد عندهم طريقة، بس في حاجة غريبة جدا، الوحش اللي مسيطر عليك اسمه الفاوند وده من الكائنات المنقرضة من زمان. بين سأل ماكس وهو قلقان يعني ده معناه ان الانواع المنقرضة بدأت ترجع؟ ماكس قال له ايوه، وده مش طبيعي خالص، ولو ده حصل فعلا يبقى في حد بيحاول يفتح البوابة الكبيرة اللي تحت الارض وفجأة الارض تهتز تاني، زلزال اقوى من الاول. ماكس يقول بصوت تعبان في وحش خرج تاني، مش هينفع يسيبه يقتل الناس وانا قاعد هنا. وبين بيقول له مش قادر استخدم الساعة تاني بسببها انت جالك نوبة وجوون اتعورت في عينيها وانا كنت هفقد السيطرة. ماكس يرد عليه بهدوء ده مش ذنبك يا بين، الوحش كان متحكم فيك، بس دلوقتي دي فرصتك انك تكون البطل اللي دايما كنت تحلم بيه. وماكس يغلق عينه بهدوء. بين يفتكر اللحظة دي كأنها النهاية، كأنه مات، بس الغضب والخوف والحزن كلهم اتجمعوا جوه قلبه. قرر يواجه الوحش بأي تمن. وفي الناحية تانية من الغابة الوحش اللي راكب الحصان الناري بيدور على حد اسمه ليليس ومعاه كائن صغير شكله عامل زي قنبلة، بيقول بصوت مرعب هنعمل شوية فوضى وده هيخلي الزيلو يجي. وبينطلق ناحية مخيم في الغابة، في ناس بترتاح وفجأة الهزة الأرضية تبدأ والناس تبص حواليها في رعب. وفي لحظة الوحش الضخم يظهر، كائن عنكبوتي عملاق بيقلب المكان، بيطلع من جوه العنكبوت ده كائنات تانية شبهه بس أصغر وبيبدأوا يهاجموا الناس. طفل صغير واقف، العنكبوت هيهرسه في ثانية، بس قبل ما ده يحصل بين يوصل في آخر لحظة اطلعوا بسرعة المكان ده مش آمن. الناس بتجري وبين يبص للوحش ويقول لنفسه دي مجرد عنكبوت ضخم، مش مخيف
مش مخيف، هو بيحاول يقنع نفسه بس هو مرعوب فعلا. بيمد ايده ناحيه الساعه بس متردد، لو تحاول تاني ممكن ما يقدرش يتحكم، بس بيغمض عينه ويفتكر كلام جده ويفتكر الناس اللي محتاجين مساعده ويصرخ المره دي انت اللي مش هتتحكمي فيا، ويضغط على الساعه. نور جامد يخرج وبين يتحول، بس المره دي مش زي اي مره فاتت، كائن من كريستال ضخم اسمه اوبسايدن، شكله رهيب وقوته واضحه في عينه. بين يبص حوالينه بس يتفاجئ انه مش لوحده، وفي وحش تاني طالع من بين الشجر، يعني كده لازم يتحكم في اتنين. الموضوع هيبقى اصعب مليون مره. بس فجاه اوبسايدن يتكلم: اسمع يا بشري، لو عايزني اساعدك لازم تسيب لي التحكم، لو ما سمعتش كلامي هكسر عظامك. بين يصرخ: انا ماليش دعوه، ده كلامك انت. ويرد: انا حاسس بريحه خوفك، هتسلم ولا خلص؟ بين يتفاجئ من رد اوبسايدن: انت بتضحك؟ يرد عليه الوحش: يا ابني انت عبيط، بتهددني؟ بس هقول لك حاجه، انا هدي لك قوتي عشان اثبت لزيلو اني اقوى واحد فينا، اكتر واحد يستحق الولاء. ساعتها بين يعرف الحقيقه، زيلو هو الساعه نفسها، وحش حي متخفي في هيئه التكنولوجيا اللي في ايده. بين يستغرب: انت عايزني اتحكم فيك؟ طيب ايه اللي يضمن انك مش هتخوني؟ اوبسايدن يرد: جرب هتشوف بنفسك، لو خنتك اقتلني. مفيش وقت اكتر للنقاش. بين يقرر يثق فيه ويبدا يتحكم فعلا في اوبسايدن. بينطلق ناحيه الوحش وبالقوه الكريستاليه بتاعته بتكسر الارض، بيدمر الوحش الصغير بكل سهوله، بس العدد كبير بيتلموا عليه من كل ناحيه. بين بيصرخ يلم طاقته، يستخدم قوه الكريستال ويروح ناحيه الوحش الضخم، بس الوحش يضربه ضربه قويه يطيره بعيد، وبيكون خلاص هيدوس على بنت صغيره، بس بين بكل قوته يقاوم، يجري زي طلقه يضرب الوحش بالكريستال في قلبه مباشره، والوحش يصرخ وينفجر. ولحد هنا قصه ما كملتش، ودي نهايه مؤقته، ويا رب صاحب القصه يكملها يعني عشان انزل لكم الجزء تاني منها. ولو وصلت لحد هنا والفيديو عجبك ما تنساش بقى اللايك والاشتراك عشان اول ما الجزء التاني ينزل انزله لك في اسرع وقت. كان معاك ابراهيم، سلام.